بما انه بقى اقل من 20 يوم الوطني، في هذا الفيديو غنعطيك كيفاش توجد الامتحان في الدقيقه 90. السلام، سميتي المدني. ديجا قريت في لافاك واكثر الامتحانات اللي فاليديتهم كنت موجد لهم في الدقيقه 90، فتبعوا معايا هذا الفيديو باش تعرفوا كيفاش درت ليها. اول حاجه هي انه خاصك تاخذ الامور بجديه وتضحي بزاف ديال الحوايج بحال الافلام، سكرول في الفيسبوك وانستغرام. ثاني حاجه هي تختار البلاصه فين كتقرا. الا كنتي كترتاح تقرا في داركم في الصالون ولا شي حاجه مزيانه، ولكن الا ما لقيتيش الراحه في داركم تقدر تمشي تقرا في القهوه. انا شخصيا عزيز عليا نقرا في القهوه. فاش كنت كنقرا في لافاك كنمشي في الصباح كنقرا تما 8 حتى ل 12، وفي الوقيته ديال الغدا كنمشي نتغدى وكنرجع عاوتاني. ثالث حاجه حاول تقسم الوقت ديالك على حسب المواد اللي كتقرا وعلى حسب المعامل ديال كل وحده. من بعد غتجبد التلخيص ديال الدروس، الا كنتي درتيهم ما كانوش عندك كتدبر عليهم حيت ضروري، وغتحط معاهم الامتحانات القدام ديال كل ماده. غتركز ليا على الامتحانات بلا ما تقول لي راه خصني نمشي نحفظ الدروس درس بدرس. هادشي حيت هادشي خاصك ديرو قبل، ومن الامتحانات القدام تقدر تفهم الكور على قدو. المهم هادو من بين الحوايج اللي تقدروا ديروهم في الدقيقه 90، وباقي غنبارطاجي معكم الاساتذه اللي تقدروا تتبعوا معاهم في يوتيوب. فخلي معك فولو باش ما يفوتك حتى شي فيديو.